يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اوعوا تنسوا طول ما انتوا واقفين في المطبخ كده صلوا على الحبيب كتير، علشان تاخدوا حسنات، وعلشان كمان ربنا عز وجل يستقبل منكم اي امنية انتوا عاوزينها. ابدأوا الأول بالصلاة على الحبيب. نعمل بقى نسمي الله كده وندخل المطبخ، نروقه نلمعه ونبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت النهاردة قاعدة من الشغل أجازة، ما روحتش ليه؟ علشان كنت عاوزة أعمل الشتوي. كل يوم أقول بكرة بعده بكرة بعده، قلت النهاردة لازم أعمله. خلصت وعملت كوباية الشاي، ومعايا بقى اليوستفندية الحلوة دي. هقول لكم بقى أنا هعمل بيها هعمل بيها حاجة هتعجبكم قوي. أنا كنت النية لله بصراحة بقى بعد ما خلصت. طبعا خلصت بعد العصر بشوية كمان. قلت هعمل العدس اللي أنا كنت ماسكاه ده، لكن لقيت بعض بقى الأولاد معترضين على العدس. قلت طب أعمل إيه؟ وكان الوقت خلاص عدى العصر بكتير. وبعدين قلت أعمل إيه أسوي إيه؟ لقيتهم بقى في معترض وفي عنده برد وفي تعبان وفي مش عايز ياكل العدس. فبصراحة صعبوا عليا. الأول قلت لهم خلاص كلوا أي حاجة، والله ده اللي حصل. عندكم جبن، عندكم بيض، طلعوا اللي في التلاجة. وبعدين رجعت سرحت كده برضو صعبوا عليا. مش عارفة اعمل ايه في قلبي ده والله العظيم. بجد تعبني قوي. الحمد لله. على العموم ربنا عز وجل بيخلي، جعل القلب اللين ان شاء الله يدخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عملت ايه بقى؟ رحت جايبة صينية وجايبة بصلتين زي ما انتوا شايفين كده. وقعدت بقى قطعت البصل بسرعة بسرعة، قبل بقى ما اللي جاي بقى من الشغل واللي جاي من هنا والكلام اللي انتوا عارفينه ده. حطيت هنا بقى شوية ملح، واحط كمان فلفل اسود. ملك ملك طبعا انا بالنسبة لي بقول عليه ملك التوابل. وهنا بقى يلا بقى نحط بقى تعبنا وكل الشقة بتاعه طول النهار في البصلة ديت. خلصنا خلاص خلصنا. نعمل ايه بقى؟ خديها كده على جنب، ونبدأ بقى نقطع جزراية حلوة كده كانت في التلاجة. رحت مقطعاها، وخدت الحتة الأخيرة دي عشان أكلها بصراحة. طعمها كان مسكر جدا. وبطاطسيتين حلوين كده برضو تعملوهم كده مكعبات. تمام. وكمان قرن فلفل كده بس مش قرن كامل يعني. وطماطمتين كده، لا الأول ده فلفل ألوان أحمر وفي فلفل ألوان أصفر. برضو كام قطعة كده تقطعيهم معاها. عايزة أقولك أكلة والله العظيم هتوديكي في حتة تانية خالص. والله ما كانت على البال ولا على النية، والله بحلف بالله. وانت بنفسك هتشوفي. هنا بقى عشان تعرفي اللي تدخل المطبخ دي مفيش مستحيل، ومفيش حاجة توقفنا أبدا بفضلك يا رب. هنا بقى جبنا طماطمتين قطعناهم برضو جوليان زي ما انتوا شايفين كده. اركن بقى هنا شوية كده حبايب قلبي. وتعالوا بقى اقول لكم جبت ايه. بصوا، دي بقى مش باين لها اي معالم مش كده برضو. هقول لكم دي رحت جبتها من الديب. ده كان شيش طاووق. كنت ناوية اعمله، وكان الكيس التاني ده هقول لك بقى حاجة حلوة قوي. لما كنت الاول بشتري شيش طاووق، وطبعا زي ما انتوا عارفين كيلو مش عارفة بكذا والكلام ده. وبعدين فكرت في فكرة تانية، طب انا ليه ما اقولش للراجل بتاع الفراخ هاتلي وراك واخليها لي. هتكون صدقيني ارخص واحسن. لما خلاها لي جبت منه اللوراك. خلالي اللوراك بس لسه هعملها ان شاء الله. اللي هي اللي انا هعملها ان شاء الله الحمام الكذاب. هنا بقى بنحط الاول التوابل عشان ما ننساش. بنحط بنحط كمون، بنحط جنزبيل، بنحط كمان كاري، وبنحط كمان كركم، وبنحط قرفة، وبنحط 7 بهارات. حطيت حطيت ملح وفلفل ده في البداية. وبعد كده كركم وكاري وجنزبيل و7 بهارات وقرفة وكمون. تمام تمام. ويلا بينا بقى على البوتاجاز. سبتها بقى على نار هادية خالص، وغطيت عليها كده في صينية كده كبيرة. علشان علشان تفك. لما فكت مني كانت لسه طبعا متجمدة. بدأت بقى القطعة الكبيرة اقطعها قطع صغيرة، والصغيرة خلاص اسيبها. ليه؟ لان دي كانت زي ما قلت لكم كانت شيش طاووق بس معاها قطع الكيس التاني ده. هنا بقى بحط خلي بالكم بحط عسل ابيض.
معلقة كده من العسل الأبيض هتوديها لِك في حتة تانية خالص. كان عندي بقى كيس التاني دوّة بتاع الفراخ، لمّا خلى لي الفراخ وعملها لي الحمام الكداب، ادّاني بقى الإيه، اللي هي الحتت اللي هي اللي فيها العضم وكده. حطيت بقى كلّه، وبُصّوا بقى هنا قشّرت اليوستفندية كلتها وخدت القشرة حطيتها معاها، واو! عايزة أقول لِك أقسم بالله ريحة تحفة، طعم جميل، الصوص بتاعها كان طعمه جميل جدًا. بعد ما سِبتها بقى على البوتاجاز واستوت زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، حطيتها بس تحت الشواية، ما فيش أكتر من كده، ما فيش أكتر من كده. عايزة أقول لِك طالعة قسمًا بالله ولادي مش مصدقين إن الموضوع خلص، ما فيش في أقل من ساعة زمن كنت عملت الصينية الحلوة دي. أنا عايزة أقول لِك التصوير والله العظيم ظالمها بجد، يعني بجد باصوّر بسرعة وكانت الأولاد جُم بقوا عايزين ياكلوا، بس بجد، بجد والله العظيم لقيتها بُصّي طعم قشرة اليوستفندي مدياها طعم جميل جدًا، بجد، بجد ده الطعم اللي إحنا بناكله في المطاعم وما بنبقاش عارفين نوصل إيه الطعم الغريب ده. صدقيني والله العظيم خشي المطبخ جمدي قلبِك، بُصّي هنا بقى، بُصّوا هنا الإيه، زي ما قُلت لِك لمّا خلالي الوراك ادّاني الإيه، ادّاني العضمة اللي بتبقى في النُص دي اللي عند الورك، خدتها بقى وحطيتها معاهم. عايزة أقول لِك طعمها حلو أوي، طعمها جميل جدًا، الولاد فرحوا أوي إن أنا عملت لهم بصراحة الأكلة ديّة. البطاطس طالعة مستوية وسُكّر، الجزر عايزة أقول لِك بُصّي معسّل جدًا، بُصّوا الصينية طالعة جميلة، دوقوا بس الصوص بتاعها مع شوية بقى رُز أبيض، طبعًا عملت رُز أبيض جنبها. بصراحة يعني كان ابني عايز مكرونة، قُلت له مكرونة محمرة، قُلت له: "لأ، دي جنبيها لازم إيه، لازم رُز أبيض علشان تاكلوا الصوص بيها." بُصّوا البطاطس، عايزة أقول لكم نِفْسي بس تدوقوا البطاطس حلوة أوي، والجزر تحفة، بجد، بجد كانت حلوة أوي. تقدّميها بقى كده، حابة تقدّميها كده مع طبق رز جميل كده أبيض، علشان الصوص بقى بتاعها طبعًا ملوِّن مع الأبيض، والجزر بقى والفلفل الألوان والبطاطس، يعني هيدّي بقى للرز الأبيض إيه، شكل جمالي جميل جدًا. بُصّوا بقى هنا الرز بتاعنا أهوّة، حابة بقى تقدّميها وجبة كده لابنِك مثلًا، وهو حابب بقى إن أنتِ تعملي له كده زي المطاعم، تشكّلي له بقى طبق الرز مع معلقتين كده من الفراخ بتاعتنا الحلوة دي. بُصّوا والله العظيم زي بالضبط ما بننزل كده المطاعم وولادنا يدفعوا فلوس قد كده، شوفوا بقى طبق زي دوّة كان يساوي كام في مطعم. يعني لو رُحتِ المطعم وطلبتيه لابنِك، شوفي بقى الوجبة دي هتدفعي عليها كام. إحنا هنا ما دفعناش فلوس، موجودة في التلاجة زي ما قُلت لِك الأسهل أو بمعناه الأرخص ليكِ، إحنا في وقت صعب شوية كلنا عايزين نضبّط أحوالنا. يا رب الفيديو يكون عجبِك، ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس، وأهلا وسهلا بيكِ نورتيني في قناتي. وختاما بقى بنقول صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله.